هنحتاج ملعقتين من القهوة، ملعقتين من الشاي الأسود، ملعقة من الموتشا باودر أو الشاي الأخضر. هضيف لهم ماء مغلي وأتركهم لمدة نصف ساعة حتى نحصل على أكبر كمية من الكافيين. كمية السائل اللي حتكون عندي تقريبا نص كوب. بعدها حصفي الخليط. تقدرون تستخدمون مصفاة عادية، أنا هنا حستخدم مصفاة القهوة. أخير شي حضيف بضع قطرات من زيت البابونج وملعقة من الجيلاتين الصافي الخالي من السكر أو أي مواد أخرى. القهوة مليئة بمضادات الأكسدة اللي تحمي البشرة من الأضرار الخارجية مثل التلوث وأشعة الشمس وغيرها، بالإضافة إلى الكافيين اللي هو جدا فعال بتفتيح منطقة تحت العينين. الجيلاتين يحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد على تفتيح البشرة، أما البابونج فهو يهدئ البشرة يرطبها ويحارب التلوث. هسه حترك الخليط بالثلاجة إلى أن يكون قوامه صلب تقريبا من 2 إلى 4 ساعات. بعد ما صار صلب بهالشكل حقصه على شكل مثلثات. حخليه بهالطريقة وأتركه من ربع إلى نصف ساعة.